أنا محمد علي من السودان، والقصة دي حصلت لي قبل 5 سنين. وقتها كنت سايق سيارة أجرة، وكعدت كل يوم بطلع أصلي الفجر في المسجد وأطلع على رزقي. لكن في يوم بعد صلاة العشاء جاني اتصال من رقم غريب ورديت. لقيته راجل وسلم عليا باسمي وقال لي: اسفين على الازعاج يا محمد، لكن عندي مشوار ضروري قبل الفجر بساعتين. سألته: معلش بس انا معرفكش. رد عليا بضحكة صغيرة وقال لي: يا عم انت شغال تاكسي واكيد تتوقع اي شخص بياخد رقمك. المهم قال لي: شوف يا محمد، انا ساكن في الحي اللي بعديك، تعالالي قبل الفجر بساعتين، في قدام البيت المحطة الفلانية، وانا بستناك ومعايا اسرتي الصغيرة علشان عندنا زواج الصبح في المنطقة الفلانية، ولازم نطلع بدري علشان نلحق عقد القران. قلت له: ماشي يا عم اتفقنا. قفل الخط وانا حسيت نفسي متضايق وقلبي مقبوض، لكن ما شغلتش بالي بالموضوع، وظبطت المنبه على قبل الفجر بساعتين ونص. وفعلا صحيت على المنبه وجهزت نفسي واتوضيت علشان اصلي الفجر قدام، واتحركت على الموقع اللي وصفه لي الراجل. وفعلا لقيت راجل كبير في السن ومعاه واحدة ست ومعاها طفلين، أعمارهم الصغير حوالي 4 سنين والكبير 10 سنين تقريبا. يعني رميت عليهم السلام لكن مفيش حد رد السلام، وفتحوا باب العربية ورموا نفسهم جواها. وانا استغربت لكن قلت عادي يكونوا لسه نعسانين وعايزين يكملوا نومهم في الطريق. طبعا الراجل ركب معايا قدام، واتحركت بطريق مزارع ومضلم لانه مختصر. وانا ماشي في طريقي حسيت بريحة كبريت غريبة في السيارة، وطبعا اصلا مفيش حد اتكلم غير الراجل اللي قال لي روح بطريق المزارع ده بس. بعد ما حسيت نفسي متضايق من الريحة رشيت معطر جو على التكييف، لكن يا ريتني ما رشيته. فجأة كده الأسرة دي بدأت تصرخ وتقول: لا 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 احنا كده بنتخنق كده. قلت احتمال يكون عندهم حساسية من العطور، وعلى طول قفلت المكيف وفتحت الإزاز، وحسيت بانهم ارتاحوا وهديوا. وطول الطريق قلبي مقبوض، واللي يقلق اكتر ان الصمت مسيطر عليهم، حتى مفيش طفل كح ولا عطس. المهم في نص الطريق الضلمة ده فجأة الراجل نطق وقال لي: انزل من الاسفلت يمين. وانا استغربت لان الحتة دي مزارع وفاضية، واصلا لو نزلت يمين هفضل الف وسط المزارع. فقلت له: يا عم انت شكلك لسه نعسان، احنا لسه في نص الطريق بتاع المزارع. قال لي: ايوه انا عارف وده طريقي، انزل يمين يا محمد. اتصدمت من كلامه وشكيت ان الناس دول عصابة وعايزين يستدرجوني، لكن افتكرت الاطفال والست اللي معانا واستبعدت الكلام ده، وقلت في نفسي يمكن يكون في طريق مختصر وانا معرفوش. واتوكلت ونزلت من الاسفلت بحذر، وانا عصاية الكوريك الحديد موجودة تحت الكرسي بتاعي وجاهزة بايدي علشان اكون جاهز لو في اي خطر. وفضلت ماشي وسط المزارع الضلمة بهدوء، وفجأة لمحت قدامي من بعيد نور، وحطيت في بالي انه يكون ده نور قرية بعيدة وانا ما كنتش عارفها. المهم كل ما يقرب مني النور اكتر، وفجأة لمحت من بعيد كمية من الناس معاهم اطفال وحريم بيرقصوا وسط الانوار. وسمعت فجأة صوت ضحك الاسرة اللي معايا، صوت الضحك بتاعهم مخيف جدا، تقولش كلاب بتنبح. وانا خلاص جسمي برد وعرفت ان انا وسط عالم تاني. لكن سبحان الله جاتني آية الكرسي في لساني، وابتديت اقراها بدون ما اشعر بصوت واطي. وفجأة بدأ الصريخ من الاسرة اللي معايا. دوست الفرامل بقوة وانا بقرا في الآية، ومديت ايدي على نور السقف علشان اضعفهم اكتر. لكن اتصدمت لما لقيت السيارة فاضية، كأني جيت الطريق ده كله لوحدي. وعيني جت على الحفلة، شفت منظر مفيش اي بشر يتحمله. شفت حيوانات عمالة ترقص حوالين ضوء قوي، كلاب وقطط وحمير بيرقصوا وسط الضوء ده. وحسيت ان ابواب السيارة اتفتحت لوحدها، وبقيت اقرا. لكن سبحان الله فجأة اسمع صوت اذان الفجر في تليفوني. قلبي ارتاح شوية واتلفت للحفلة، الاقيها ضلمة وصمت عجيب ومزارع. وعلى طول رجعت لسيارتي بالطريق اللي جيت منه علشان ارجع للاسفلت، لكن مهما دوس بنزين ما حصلش الاسفلت. فضلت ماشي حوالي ساعتين لحد ما ضوء الصباح ابتدى يطلع، واخيرا وصلت للاسفلت. مع ان اول ما نزلت من الاسفلت ما مشيتش الا 5 دقايق بس لحد ما وصلت لمكان الحفلة. نزلت من سيارتي وصليت الفجر، وحمدت ربنا انه نجاني من المصيبة اللي كانت هتحصل لي دي. لولا آية الكرسي واذان الفجر معرفش ايه اللي كان ممكن يحصل لي.